نعم السفير الذي كتب كما ذكرت تمام. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. يقال إنه كتب هذه أيام النكبة. نعم. حينما نكبنا جميعا في ما حدث عام 48 900 وألف، وكتب هذه القصيدة: أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. نعم. ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. الله. ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرم. يا الله. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم. الله الله. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. هل يستطيع دبلوماسي أن يقول هذا؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. هجوم عنيف على القادة. نعم. هجوم عنيف على الرؤساء، هجوم عنيف على الحكام. وعلى فكرة فعل هذا في كثير من شعره. حتى مرة عقدوا مؤتمرا في مكان ما، أعتقد في الرباط في المغرب، فقال على أرائكهم سبحان خالقهم: عاشوا وما شعروا، ماتوا وما قبروا، خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لدعم العار مؤتمر. الله الله الله. هذا كلام سفير. نعم. فيما بعد صار سفيرا، أو فيما قبل كان سفيرا، لكن منهجه لم يتغير وظل على ما هو عليه